اهلا بكم متابعي قناة معلومة على الماشي في فيديو جديد ومعلومة جديدة. الفيديو ده اصدقائي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة الصاروخ، وهو لحظة سقوط نيزك من السماء في السعودية وتحديدا في منطقة الدوادمي، وبتبعد عن الرياض بحوالي 250 كيلو متر تقريبا. وتم تصوير الفيديو ده اصدقائي عن طريق احد سكان السعودية وهو يتجول بالسيارة في الشارع، وكان التوقيت تقريبا في الفجر. ومن خلال متابعتي يا اصدقائي للموضوع، احد شهود العيان قال انا شفت خط في السماء كأن حاجة شقت السماء سبحان الله. وشخص تاني صرح وقال وكأنها كتلة نار أو كرة نار سقطت من السماء على الأرض. والخبر ده يا أصدقائي ما انتشرش في السعودية فقط، لا، انتشر في جميع البلدان العربية وكمان عالميا. الناس اهتمت جدا جدا بالموضوع ده، وخصوصا يا أصدقائي إن جاء بالتزامن مع الزلزال اللي حصل في تركيا وكمان في سوريا، الزلزال المدمر اللي راح ضحيته آلاف المواطنين سواء في تركيا أو سوريا. علشان كده يا أصدقائي الفيديو بتاع النيزك ده عمل ذعر وقلق وخوف شديد جدا في الشارع السعودي، وبعض الناس قالوا تبدو أن الأرض تتهيأ لأمر لا يعلمه إلا الله. ما حدث في آخر 3 أيام زلزال في تركيا وسوريا وسقوط نيزك في السعودية. وكمان قالوا ان في بعض من الصيادين على البحر وتحديدا في عمان لاحظوا خروج دلافين وسلاحف على الشاطئ، وكل لما الصيادين يرجعوهم للبحر يرجعوا تاني على الشط. فسبحان الله العلي العظيم يا اصدقائي، عدة ظواهر تدعو الى التقرب الى الله وليس الخوف او الذعر. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فسبحان الله العلي العظيم الذي بيده ملكوت السماوات والارض. سبحان الله العلي العظيم. سبحوا الله في التعليقات ووحدوه. ولو حابين تعرفوا وتتابعوا معلومات اكتر واكتر، اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة علشان توصل لكم المعلومات اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.